يا جماعة النهاردة هنحكي قصة غريبة جداً. قصة هتخليكوا تفكروا مرتين قبل ما تمشوا في مكان معزول في قلب غابات إيطاليا، في مزرعة بعيدة عن عيون الناس. الشرطة لقت حاجة محدش كان يتوقعها. طفلين، ولد وبنت، عايشين زي الأشباح، من غير هوية، من غير كلام، من غير حياة. إيه اللي حصل وإزاي عاشوا كده من غير ما حد يحس؟ خليكوا معايا في حكاية نبراس وهنكتشف اللغز ده سوا. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفوا القناة اعملوا لايك واشتركوا عشان توصلكوا كل حكاياتنا المثيرة. الجزء الأول، اكتشاف القصة، في أبريل 2025 في منطقة اسمها بيتمونت في إيطاليا. الشرطة كانت بتعمل جولة روتينية. ليه؟ عشان كان فيه تحذيرات من فيضانات في المنطقة. وصلوا لمزرعة قديمة بعيدة قوي وسط الغابات. المكان كان هادي، بس فيه حاجة مش مريحة. البيت خشبي قديم والنوافذ مغطاة بستاير تقيلة. الشرطة خبطت على الباب وفتح لهم راجل هولندي شكله متوتر. قال إنه هو ومراته عايشين هنا مع عيالهم. لما الشرطة دخلت لقوا طفلين، ولد عنده 9 سنين وبنت 6 سنين. بس الغريب إن الطفلين دول كانوا غريبين قوي. مش بس إنهم ما كانوش بيتكلموا زي الأطفال العاديين، لأ، دول ما كانوش بيتفاعلوا خالص. كانوا باصين للأرض زي ما يكونوا خايفين من النور نفسه. الشرطة سألت الأب: مين دول؟ قال: دول عيالي، بتربيهم هنا في البيت. بس لما الشرطة طلبت أوراقهم اكتشفوا حاجة صادمة. الطفلين دول ما كانوش موجودين في أي سجلات، يعني قانونياً هم مش موجودين، زي الأشباح. الجزء الثاني، تفاصيل الغموض. الشرطة بدأت تحقق. الطفلين ما كانوش بس من غير هوية، لا، دول كمان ما كانوش بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا، وكلامهم كان أقل من المعتاد بكتير. يعني تخيلوا طفل 9 سنين مش عارف يقول جملة كاملة. الأب قال إنه بيدرسهم في البيت عشان يحميهم من الفيروسات والعالم الخارجي، بس الشرطة لقت إن الحماية دي كانت أقرب للسجن. المزرعة كانت معزولة تماماً، مفيش إنترنت، مفيش تلفزيون، مفيش حتى جيران. الطفلين عاشوا سنين من غير أصحاب، من غير مدرسة، من غير أي حاجة تربطهم بالعالم. الأب كان مهووس بفكرة إنه يبعد عياله عن أي خطر، بس الخطر الحقيقي كان جوه البيت. التحقيقات كشفت إن الأم كانت خايفة من جوزها، بس ما كانتش بتقدر تتكلم، والطفلين كانوا عايشين في صمت مرعب. الشرطة لقت إن الأب كان بيمنع أي حد من الاقتراب من المزرعة، حتى لما الناس في القرية القريبة كانوا بيحاولوا يسألوا عن العيلة كان بيطردهم. بس السؤال اللي الكل كان بيسأله: إزاي عيلة زي دي عاشت كده سنين من غير ما حد يحس؟ الجزء الثالث، الحل والدروس. في النهاية الشرطة أخذت الطفلين تحت حمايتها. تم نقلهم لمكان آمن وبدأوا يتكلموا ويتفاعلوا مع الناس. الأب والأم واجهوا اتهامات بإهمال الأطفال وسوء المعاملة. القضية اتحلت، بس سابت وراها أسئلة كتير. إزاي عيلة عاشت في الظلام كده؟ وليه الأب وصل للدرجة دي من الهوس؟ القصة دي بتفكرنا إن الحماية أحياناً ممكن تتحول لأذى. لو أي حد حواليكم شايفينه عايش في عزلة غريبة، لازم تسألوا وتتأكدوا إن كل حاجة تمام. يمكن سؤال واحد ينقذ حياة. يا جماعة، قصة التوأم دي واحدة من الحكايات اللي بتخليك تفكر في العالم اللي عايشين فيه. لو عجبتكم القصة اعملوا لايك واشتركوا في القناة لو لسه ما عملتوش. ولو عندكم قصة غريبة زي دي اكتبوها في الكومنتات، عايزين نسمعها. ولو عايزين نكمل قصص الغموض قولوا ايه اللي نفسكم تسمعوه في الفيديو الجاي. خليكم معانا في حكاية نبراس
وهنتقابل في لغز جديد قريب.